اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. النهارده قلت نعمل لكم فلوج حلو جدا جدا عن ذكريات المصيفين في شارع خالد بن الوليد. يلا بينا مع بعض دلوقتي نبدا جولتنا من شارع خالد بن الوليد. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه. لو اول مره حضرتك تشوفنا على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب، وحضرتك موجود معانا ما تنساش الشير واللايك. احنا دلوقتي على قمة شارع خالد ابن الوليد. طبعا كشري التحرير، كشري الخديوي، شلاتي عزة، ده الموقف اللي بيودي رمسيس، شغال زي ما هو برضو في الشتاء. زي ما حضراتكم شايفين الميكروباصات كلها والمشاريع واقفة عادي خالص، تقريبا بتودي رمسيس والقاهرة والجيزة والأماكن دي عادي خالص. المواصلات زي ما هي. وطبعا احنا دلوقتي دخلنا في اجازة نص السنة، والازدحام شوية بدأ في اسكندرية. يعني مش معنى ان احنا دخلنا في الشتاء الدنيا هادية، لا، في حركة كانت في شارع خالد بن الوليد والدنيا كانت زحمة شوية في بداية اجازة نصف العام. المحلات كلها فاتحة، والأسعار هناك كانت حلوة جدا لأن احنا في الشتاء عن الصيف كمان. طبعا حضراتكم كلكم عارفين شارع خالد بن الوليد غني عن التعريف. احنا بنطلق عليه هنا في اسكندرية شارع المصيفين نسبة للازدحام اللي بيكون موجود فيه في الصيف. بتكون الناس كلها بتحب تنزل شارع خالد ابن الوليد، وكل المصيفين لهم ذكريات في الشارع ده، وكل الأطفال اللي بتيجي لهم ذكريات لما بيكبروا بتكون في شارع خالد ابن الوليد. هو شارع مزدحم جدا، فيه كل حاجة، شقق مفروشة، محلات، يعتبر سوق كبير جدا، زحمة جدا، مطاعم، كافيهات، محلات عصائر، كل حاجة ممكن تتخيلها موجودة هتلاقيها موجودة في شارع خالد ابن الوليد. طبعا حضراتكم شايفين المحلات كلها فاتحة عادي خالص، ويعني الأسعار كلها، في بعض من الأسعار هتظهر معانا دلوقتي في الفيديو. الأسعار حلوة في متناول الناس. طبعا الناس كلها هي راجعة من أجازة نص السنة بعد ما قضوا يومين. على فكرة يا جماعة والله الجو حلو جدا جدا دلوقتي في اسكندرية، البحر شكله تحفة، والقعدة قدامه كده روقان واستجمام. لو اي حد بيحب يستجم ينزل في الوقت ده. طبعا كشري الزعيم طبعا غني عن التعريف، ليه كذا فرع في اسكندرية مش في خالد بن الوليد بس. زي ما قلت لحضراتكم الجو حلو جدا دلوقتي، والاسعار كلها في متناول اي حد، والشقق طبعا بتنزل لاقل من النص كمان في الفترة ديت. يعني هتستمتع باقل التكلفة في اجازة نصف العام. طبعا في تنوع كبير جدا من المحلات، فيها كل حاجة، لبس أطفال، رجالي، حريمي، اكسسوارات، حاجات موبايلات، كل حاجة هتلاقيها موجودة في شارع خالد بن الوليد. مايوهات صيفي شتوي كله موجود في شارع خالد بن الوليد. دي اكسسوارات طبعا للناس اللي بتحب الاكسسوارات. في ناس فرشة بره المحلات كتير جدا. طبعا اسماك السويفي غنية عن التعريف في شارع خالد بن الوليد. طبعا كل المصيفين عارفين اسماك السويفي. كوتشيات، كل حاجة موجودة
هتلاقيها موجودة هناك. طبعا في اثناء الفيديو هتلاقي برضو نسبة ازدحام شوية. اي نعم، هي مش زي الصيف، آه، بس في نسبة اقبال على اسكندرية في الشتاء، وبالذات بالتحديد في اجازة نصف العام. طبعا مطعم حضرموت ده من اشهر المطاعم. خالد بن الوليد في كل ما تشتهي الانفس، يعني في كل حاجة. يعني اللي بينزل في شارع خالد بن الوليد هيلاقي طلبه، يعني شقق، مطاعم، محلات، زحمة. اللي بيحب الزحمة والدوشة ينزل خالد بن الوليد. طبعا هريسة احمد حسنين دي تعتبر من البراندات اللي موجودة في اسكندرية. كل تقريبا مكان، يعني كل في شارع خالد بن الوليد هتلاقي كذا فرع لمحلات هريسة احمد حسنين. طبعا شارع خالد بن الوليد شارع طويل جدا وكبير، وشارع غني. آم، يعني التمشية فيه بتكون حلوة جدا بالليل. يلا يا جماعة، أشوفكم على خير في جولات كتيرة عن اسكندرية وكل ما يخص المصيفين، سواء في الشتاء أو في الصيف. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة، وأول مرة تشوفني ما تنساش تعمل شير، سبسكرايب، وتشترك في القناة. انتظروني في جولات كتيرة جدا جاية جميلة عن اسكندرية في الشتاء.